السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. في هذه الحلقة غادي نشوفوا بهار اللي غادي تكتشف ان انيس عنده ولد، وغادا تصدم. من بعد غادا تخرج من المنزل ديالو، ومحمود امير وميرفت اللي غادي يبغيو ياخدوها للقصر، وبهار اللي غادا تدفع الام ديالها وتطيحها على الارض. وكذلك غادي نشوفوا ميسون اللي تعرضت للضرب وقطعوا ليه شعرها. المهم البداية غتكون مع ميس اللي مشى لعند ارزو، وهي كانت كتبكي وقالت لي الابن ديالي اختفى وما عرفتوش فين مشى. المهم مشاو بلغوا الشرطه. في نفس الوقت غادي نشوفوا ظروف جا المنزل ديال انيس في ديك السياره اللي كانت هازه واحد الظرف. بهار شافته ودخلاتو. وفي مشهد اخر غادي نشوفوا واحد الحارسه شافت ميسون جالسه غير بوحدها، وقالت لك ما قلقك شي واحد. ميسون قالت لها كلشي مزيان معايا. المهم هذيك الحارسه قالت لميسون غادا تخبريني باي حاجه كتوقع، وغادا نخليك تعيشي بحال الملكه. ونرجعوا لعند بهار اللي بقات كتغني لدورو. قالت لي انا غادا نحضر لك الكيك. دورو فاش شاف الصوره ديال الاب ديالو كذلك بهار خدا الصوره وعنقها. هنا غادي نشوفوا ارزو اللي بقات كتلوم في انيس، وقالت لي هو اختفى بسببك، اكيد كان كيبحث عليك. وانيس قال لها انت اصلا ما خبرتينيش من قبل انه عندي ابن. وارزو قالت لي حيت ما كنتيش كتجاوبني. انيس قال لها الخطيبه ديالي كانت فواحد الحاله اللي صعيبه بزاف. ارزو قالت لي وعلاش ما خبرتيش بهار بالحقيقه. المهم بقاو كيتخاصموا مع بعضياتهم. من بعد الشرطي قال لها الا وصلتنا شي اخبار غادي نتصلوا بيكم. في نفس الوقت غادي نشوفوا بهار اللي جابت الكيك لدوروك ولقاتو ناعس وهو معنق الصوره ديالو. بهار اتصلت بانيس ولكن ما جاوبهاش. من بعد قال لارزو خاصني ضروري نجاوبها دابا. وفاش جاوبها قالت لي علاش ما كتجاوبش على الاتصالات ديالي. من بعد قالت لي ضروري خاصك تجي للمنزل. انيس قال لي اشنو اللي واقع، انا ما نقدرش نجي دابا. وهي قالت لي واحد الولد صغير جا للمنزل، هو راه زوين بزاف ولكن ما كيتكلمش وما قدرش نعرف حتى الاسم ديالو. وانيس قال لها واخا انا جاي دابا. وهنا غادي نشوف السلطانه اللي كانت هازه واحد الصاك، وقالت صالح انا كيفاش قدرت نسى هادشي، علاش ما ديتوش لميسون. هو قال لي عطيه ليا انا غادي نديه ليها. في نفس الوقت غادي نشوفوا غنيمه اللي كانت كتكلم على ميسون بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، وسلطانه سمعتها وقالت لها انت كيفاش تقدري تتكلمي على ميسون بهاد الطريقه. المهم بقاو كيتخاصموا مع بعضياتهم. وهنا غادي نشوفوا علاء اللي كان تابع زينب بالسياره، وقال لها يلا خليني نوصلك، ولكن هي رفضت هادشي. في السجن غادي نشوفوا ميسون اللي سمعت السجينات كيتكلموا على واحد السيده الاسم ديالها فكريه، وهي السيده اللي كتساعدها في الزنزانه. كانوا كيتآمروا عليها باش يقتلوها. ميسون سمعت هادشي في الحمام ديال السجن وكانت خايفه بزاف. ونرجعوا لعند انيس اللي رجع للمنزل. بهار قالت ليه هاد الولد خرج عندي فجأة وما عرفت اشنو اللي خاصني ندير، هو راه ما خبرنيش بالاسم ديالو، داكشي علاش كنت كنتصل بيك. انيس قال لها الام ديالو كتسنى على برا. وهي قالت لي واش انت كتعرف الام ديالو. في هذيك اللحظه دورك فاق هو ينادي على انيس بابا. بهار بقات غير مصدومه. انيس خرجوا لعند ارزو اللي عنقوا بعضياتهم. دروك بقى معنق انيس بزاف وما بغاش يمشي. وبهار بقات غير كتشوف وتقلقات بزاف حيت ما كانش كظن ان انيس غادي يخبي عليها السر بحال هذا. وهنا غادي نشوفو ميرفت اللي تلاقات مع محمود امير وخبراتو بان انيس عنده ولد. هو قال لها واش بهار عارفه الحقيقه. ميرفت قالت لي لا. محمود امير قال لها يلا نوضي خاصنا نمشيو دابا لعند بهار، ما غاديش نخليوه مع انيس اللي خبر بهار بالحقيقه كامله. وقال لي يلا يومين دابا باش عرفت انه عندي ولد، وخبرها انه كانت عنده علاقه مع ارزو فاش كانوا في سويسرا. ولكن فاش جا لتركيا تقطع التواصل بيناتهم وما بقى عارف عليه حتى حاجه. بهار بقات غير كتشوف فيه وفي الصوره ديالهم بزوج اللي كان شاد الابن ديالو. من بعد رمات الصوره وكانت غادا تخرج من المنزل. انيس وقفها وقال لي انا كنبغيك بزاف، غير انت بوحدك، وكنت باغي الابن ديالي يكون منك، كنحلف ليك بلي انا ما كنت عارفه حتى حاجه. بهار قالت لي انا كنت باغا منك حاجه وحده، انك تكون صادق معايا. وقالت لي كيفاش خبيتي عليا هاد السر. انيس قال لها انا راني حاولت نخبرك ولكن دائما كانت كتجي شي حاجه اللي كتمنعني، انت كنتي فواحد الحاله اللي صعيبه بزاف من بعد داكشي اللي وقع ليك. وبهار قالت لي ولكن كان عليك تخبرني. انيس قال لي انا مبغيتش نقلقك اكثر. بهار قالت لي انا اصلا كنت مقلقه ولكن كون خبرتيني من الاول ما كنتش غادي نتقلق بحال هكا وكنا غادي نكونوا مزيان. ولكن دابا انا تدمرت بزاف ومشات وخليته. وهنا غادي نشوفوا ميسون اللي مشات تكلمات مع المدير ديال السجن وخبراته بكاع داكشي اللي سمعت في الحمام. وقالت لي واش غادي تعتبروا هادشي مزيان وتضيفوه للملف ديالي. هو قال لي صافي غير سيري
وفاش كانت خارجه تلاقات مع واحد السيده اللي معاها في الزنزانه، اللي حتى هي كانت داخله عند مدير ديال السجن. وهنا غادي نشوفو محمود امير وميرفت اللي جاو لعند انيس. محمود امير بقى كيغوت عليه وقال لي انا امنتك على بنتي، وانت عندك ولد ومخبي علينا هاد المده كامله، انت خاصك تحل المشاكل ديالك بلا ما تقلق بهار. انيس قال لي هي اصلا راه عرفات كلشي. في هذيك اللحظه محمود امير جلس حداه وبقى غير كيشوف. وهنا غادي نشوفو بهار اللي كانت في جنب البحر وكانت غير كتبكي حيت حسات براسها غير بوحدها. وهنا غادي نشوفو انيس اللي اتصل باسماعيل وسولو على بهار وقال لي الا جات عندك بهار خبرني. محمود امير قال لي كاع هادشي اللي وقع بسببك، فينا هي بنتي دابا؟ وانيس قال لي واش انا كنت باغي هادشي يوقع؟ وميرفت طلبات منه باش يتهدنا وقالت لهم غادي نستافدوا من هادشي حتى حاجه. من بعد طلبات من محمود امير باش يمشيو. انيس قال لميرفت انا ما كنتش باغي هادشي يوقع، وميرفت قالت لي انا عارفه. وهنا غادي نشوفو فايزه اللي كانت كتقرب من خير الدين، وكانوا في واحد الجو اللي رومانسي بيناتهم. وفاش كانوا غادي يقبلوا بعضياتهم جات حداهم دنيا وجلسات في المكان ديال فايزه وبدات كتغوت على خير الدين. هو قال لي انا راني كنبغيها بزاف. دنيا قالت لهم الحمد لله انني سعيده في هذه الفتره، والا كنتو فقدتوا الشغل ديالكم بزوج. من بعد قالت لي غادي تجمع الاغراض ديالك وغادي تمشي من هنا هاد النهار حيت ما بغيت نشوف الوجه ديالك. وهنا غادي نشوفو بهار اللي مشات لعند اسماعيل وكانت حزينه بزاف. اسماعيل جبد الهاتف ديالو وكان غادي يتصل بانيس وهي ما خلاتوش وبقات غير كتبكي. في نفس الوقت غادي نشوفو ميسون اللي كانت جالسه والساجينات اللي كانوا كيتآمروا باش ينفذوا الخطه ديالهم. ونرجعوا لعند بهار اللي خبرات باسماعيل بكل شيء. وهو قال لها عادي انه ما يخبركش حيت انت تستي من واحد الفتره اللي صعيبه بزاف. هو راه عنده الحق، انا كنت في المكان ديالو كنت غادي ندير نفس الحاجه. ومحمود امير وميرفت راهم خايفين عليك بزاف. بهار قالت لي صافي تكلم معاهم غدا ولكن ما تخليهمش يجيو لهنا. اسماعيل قال لها يمكن انا كنتجاوز الحدود ديالي، انت ما خاصكش تصرفي بانانيه حيت والديك ما كانوش عارفين انك الابنه ديالهم وحتى هما وقع لهم نفس داكشي اللي وقع ليك. بهار قالت لي انا ما مقلقاش منهم ولكن انا ما متقبلاش هاد الفكره، واش انت كنتي في بلاصتي كنتي غادي تقبل هادشي؟ المهم اسماعيل خبرها بالقصه ديالو وانه كان عايش غير في الخيريه وما عمره ما عرف الاباء ديالو. وقال لها كون جات الام ديالي وقالت لي بان ما قادراش نربيك كنت غادي نسامحها حيت انا محتاج ليها. في نفس الوقت ميرفت رسلت رساله لاسماعيل وسولته على بهار وهو قال لها راه كاينه عندي. وهنا غادي نشوف فكريه في اللي ناضت الحمام وميسون كانت باغا تبعها وسولت على واحد السيده اللي كانت كتسيطر على الزنزانه وقالت لها فين غادا. ميسون قالت لها غير الحمام وهي تقول لها الحمام عامر دابا. في نفس الوقت الحارسات ديال السجن كانوا في الحمام وكانوا عارفين انهم غادي ينهيو الحياه ديال فكريه. وهنا غادي نشوفو ميرفت ومحمود امير مشاو لعند بهار المنزل ديال اسماعيل. محمود امير شكر اسماعيل واسماعيل قال لي هذا الواجب ديالي ومشاو خلاه حدا بهار اللي قال له واش انتي بخير وهي قالت لي محمود امير قال لها يلا خلينا نمشيو وهي قالت لي فين غادي نمشيو. محمود امير قال لي غادي تعرفي باش نوصلوا وهي قالت لي ما غادي نمشي حتى شي مكان. محمود امير قال لي يلا خلينا نمشيو، السياره كتنتظرنا لتحت. وبهار قالت لي انا ما غنمشي معاك حتى شي مكان. محمود امير شد من دراعها وقال لها الا ما جيتيش معايا غادي ناخذك بالقوه. وفي نفس الوقت غادي نشوفو في السجن السيد اللي حرضات على القتل ديال فكريه داوها للزنزانه المنفرده وفكريه حولوها لزنزانه اخرى باش يقدروا يحميوها. وهنا غادي نشوفهم وصلوا للقصر. بهار ما كانتش باغا تدخل لهداك القصر وقالت لي ما نقدرش ندخل لهنا ونعيش معاكم. المهم بهار ما كانتش باغا تدخل ومحمود امير قال لها انت راكي بنتنا وغادا تعيشي معانا، الا ما بغيتيش تقولي لي بابا وما تقوليش لميرفت ماما ما تقوليهاش، ولكن الحقيقه عمرها ما غادا تغير، انت كتبقاي الابنه ديالنا. بهار قالت لي انا ما بغيتش نقرب منكم حيت كاع الناس اللي بغيتهم في حياتي مشاو. بهار كانت غادا تمشي وهي كتبكي. ميرفت بغات تشدها وهي دفعتها حتى طاحت على الارض. بهار بقات غير كتشوف فيها وهي مرميه على الارض. محمود امير ساعدها باش توقف. واخر مشهد غادي يكون من السجن وحده من الساجينات اللي كانت شافت ميسون داخل المكتب ديال المدير هي اللي خبرات الحارسات ديال السجن. هذيك الساجينه قالت لهم ميسون مشات الاداره وخبراتهم بانكم باغي تقتلوا السيده فكريه. المهم بقاو تيضربوا فيها وواحده من الساجينات شدات عليها الموس وقطعت ليها شعرها وقالت لها بهار كتسلم عليك. وكانت هذه النهايه ديال هذه الحلقه. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، شكرا للمحتسب ديالكم والى اللقاء.